بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حبايبي واخواتي في كل مكان، النهارده ان شاء الله هنذبح دورة البط بتاع رمضان. زي ما انتوا شايفين كده هنعمل كانون، وهقولك امتى تذبحي البط وازاي تذبحيه على نفسك كده في البيت. دول يا بنات اللهم بارك كده كانوا 12 بطة، مات منهم واحدة وهم لسه صغيرين، اتبقى 11. هذبح النهارده 5، يعني هقسمهم على يومين، ويوم تاني هذبح 6 بأمر الله. طبعا انا كنت نظفت، يعني غسلت المطبخ بتاعي واستقبلت رمضان، تنظيفات رمضان خلصتها في الشقة. فمش هينفع ابهدل الدنيا بقى وابهدل المطبخ تاني بعد ما غسلته من السقف للارضية واذبح فيه بط او انضف فيه بط. فعملت كانون كده بطريقة بسيطة. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، وشاهدوا الفيديو يا بنات. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا في القناة عشان يوصلكوا اشعار بكل الفيديوهات الجديدة. قناتكم قناة توفير ست البيت، وانا اختكم سوزان. القناة أساسها بأمر الله أي حاجة تخص التوفير يا بنات، مش تربية طيور بس. ولا بجيب ورقة وقلم وأقولك ميزانية 1000 جنيه أو 1500 جنيه طول الشهر والكلام ده. أنا أساسا ما بحبش فيديوهات الميزانية، كل دور وليها مدار. احنا هنقدم مع بعض أفكار للتوفير، وكمان لو عندكم أفكار سيبوها لي في التعليقات. كلنا بنتعلم من بعض يا بنات، وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا ويجعل بيوتنا دايما عمرنا بالخير، اللهم امين. اول حاجه كده صحينا بدري كده، كان يوم نشاط من اوله. حطيت للطيور بتاعتي ميه واكل خفيف خالص يا بنات. الطيور قبل ما تذبحيها ما ينفعش تكون واكله كتير. يعني انا اكلتهم، اللي هي كترت لهم في الاكل اللي هي الاكله بتاعي قبل المغرب. والوقت بقى احنا كنا الصبح حوالي الساعه 9. حطيت لهم ميه بس واكله خفيفه كده يا بنات، بحيث ان انا على ما اخلص بقى اعمل الكانون واولع و واذبح يكونوا مش واكلين كتير. واللي هيتبقى ان شاء الله بعد ما اخلص كده احط لهم الفطار بتاعهم او الاكل بتاعهم اللي انا بحطه كل يوم. والكانون بتاعنا بسيط كده يا بنات، قلبين طوب كانوا موجودين وشوية خشب وهنولع بيهم، وحاجة بسيطة كده وفرت لنا. وهنحافظ على المطبخ بتاعنا نضيف بقى، ولا ريحة زفارة ولا بهدلة، وهنوفر في الأنبوبة زي ما قلت لكم أو في الغاز. كل حاجة بتكون سهلة كده طول ما احنا راضيين ونيتنا حلوة كده وخير. فكل حاجة بنعملها بتكون سهلة وبنكون حابين ان احنا نعمل كده. والرضا اساس كل حاجة، الرضا اساس الرزق واساس السعادة واساس الخير كله وراحة البال. كل حاجة اساسها الرضا، وان احنا نحمد ربنا على كل حاجة الحمد لله. اي نعم هنتعب شوية، بس هيكون الخير مال البيت حرفيا، مش مجرد كلام ولا مجرد ميزانية كده على الهوا. ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا ويعيننا على مصاعب الحياة وعلى غلاء الاسعار، اللهم امين يا رب العالمين. فاحنا هنا او في قناتكم قناة توفير ست البيت، كل حاجة افكار عملية يا بنات هتوفر معاكي توفير حقيقي. سمي الله بقى ونشوف هنبدأ هنذبح البط بتاعنا امتى وازاي. هنا خلاص يا بنات، كنت النار خلاص ولعت زي ما انتوا شايفين. فهحط المية بتاعتي على النار، مجرد ما تغلي هكون انا ذبحت الكمية اللي انا هذبحها او العدد اللي انا هذبحه. ولو هتعملي فكرة زي دي تراعي ان المكان طبعا ما يكونش مقفول، لازم أن يكون مفتوح عشان الدخان اللي هيطلع. وراعي برضو ان مفيش سقف فوق هيوصل له نار او اي حاجة، يعني في حق شوية حاجات كده تراعيهم قبل ما تعملي فكرة زي فكرة الكانون دي يا بنات. المكان فاضي، يعني لو النار عليت مني مش هيوصل لحاجة في السقف عشان ما نولعش في الدنيا. يعني انتبهوا لكل الحاجات دي الحلة اللي هنضف فيها هضيف فيها يا بنات شوية من المسحوق بتاع الغسيل. البط سنه 3 شهور ونص، يعني بيبقى فيه زغب لسه صغير يا بنات مش كبير. فهقول لكم كده طبعا دول كانوا تربيتين، تربية لسه ان شاء الله هذبحها بعد رمضان، عندها حوالي شهرين ونص دلوقتي. وتربية كملت ال3 شهور ونص. فهستكبر منهم كده اول 5 يا بنات، والخمسة التانيين ممكن اذبحهم بعد اسبوع، او الستة التانيين ممكن اذبحهم بعد اسبوع. الاول كده هذبح 3 ذكورة ونتايتين يا بنات. هتشوفوا الاوزان وهتشوفوا الحجم عامل ازاي بعد العلف اللي احنا بنعلفه. طبعا انا بذبح على نفسي كده، مفيش حد من الولاد بيمسك قصادي عشان هما بيخافوا. فتعالى اقولك ازاي بتذبحي على نفسك. انت بتمسكي البطه كده من الجناح والرجلين تحطوهم تحت رجليكي، بس اهم حاجه تبقى على توجيه ايدك، يعني الايد الشمال ماسكه الزور وشداه على الاخر، والايد اليمين بتذبح. واهم حاجه السكينه تكون حاميه. وكبري كده وسمي وصلي على الرسول وانت بتذبحي.
عشان اعرف ان البط ده خلاص هيتذبح. بتشد ريشه كده من الديل من الجناح، تلاقيها ناشفه مفيش فيها بواقي دم، ناشفه خالص زي ما انتوا شايفين كده. كده خلاص البط يتذبح، سواء بقى ذكورة او نتيان فراخ اي نوع طيور. الطريقه دي تقدري تعرفي بيها ان خلاص الميعاد ده ميعاد ذبح البط. انا حطيت معلقه كبيره من المسحوق بتاع الغسيل بتاع الملابس زي ما قلت لكم، بيفور الزغب كده يا بنات، ما بيخليش في اي زغب خالص، ومش مضر ولا اي حاجه. يعني كمان بيقلل الريحه بتاعه التنظيف، ما بيخليش فيه ريحه قويه. الفكره دي كانت ست كبيره في السن قالت لي عليها. انا ما بحبش اشيط البط على النار يا بنات، لا بدقيق ولا برده ولا بالكلام ده خالص. باحس إن طعم البط بيتغير لمّا بتشيّطيه على النار. فأنا كنت الأول باتعب نفسي كده وبافضل أنضّف في الزغب بالساعة والساعتين. دلوقتي ما شاء الله حتى لو البط صغير أو بيغيّر ريشه وفيه زغب بيبقى نضيف وزي الفل. أهم حاجة كمان المَيّة اللي هننضّف فيها البط أو هتصمّتي فيها البط تكون بتغلي يا بنات مش سخنة، يعني تكون بتقلب كده. هتسيب البطة فيها يعني دقيقتين 3 دقايق، لكن طبعا الفراخ البيضة مفيش الكلام ده خالص. المية مش لازم أن تكون بتغلي، وهتحط فيها الفراخ وتطلعيها على طول. لكن البط لا، البط الريش بتاعه بيكون ناشف شوية، فلازم أن تخليه 3 دقايق أقل حاجة في المية. وتختبري كده بحيث برضو ان الفترة لو زادت الجلد بتاع البطة هيتقطع معاكي، وهيبقى شكله في النهاية مش مستحب. طبعا الكانون انجز معايا، المية غليت في 5 دقايق. لو البوتاجاز الصراحة في الشقة فوق بياخد فترة كبيرة. كمان المية حتى لو في الغليان ما بتبقاش زي كده، يعني لو واصلة لمرحلة الغليان درجة الحرارة بتاعتها ما بتبقاش زي النار اللي انتوا شايفينها دي. منزله فيديو قبل كده يا بنات بالتفصيل، والاماكن الزفرة في البط والذبح بالتفصيل وكل حاجة بالتفصيل. ان شاء الله اسيب لكم اللينك بتاعه في التعليقات المثبتة. لو انتي سنة اولى جواز اتفرجي عليه هينفعك جدا. منضفين البط زي ما قلت لكم بالتفصيل، شايلين الاماكن بتاعه الزفارة وكل حاجة برضو تخص الذبيح بتاع البط. بس بقى كنت منضفاه في الشقة عندي، لكن النهاردة زي ما قلت لكم ما حبيتش ابهدل المطبخ بعد ما خلاص نضفته وغسلته، اللي هي التنظيفة بتاع رمضان. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، قبل ما بحط البط تتصمت تاني لازم انا اولع النار والمية تغلي تاني يا بنات. حطيتيه والمية دافية كده او مجرد ان هي سخنة، هتلاقي الريش بيتنتش معاك وصعب جدا، والجلد والريش بيطلع باللحم كده. فكمان ما تطوليش الفترة اللي انت هتحط فيها البطة في المية، يعني شايفين على كل جنب دقيقتين دقيقتين كده وبقلب على طول. وكمان بختبر، يعني ممكن اشيل ريشتين كده لقيتها بتطلع معايا بسهولة، برفعه من على المية على طول يا بنات. واهم حاجة كده تقلبيه في المية، والحلة اللي انت هتستعمليها تكون حلة كبيرة، بحيث ان بقى لو ذكر حجمه كبير او كده تبقى تعرفي تصمتيه فيها كويس. بخلص الكمية بتاعتي كلها تريش يا بنات، والجرادل اللي جنب دي فيها مية نظيفة، بحط فيها الجردل كده بحيث ما ينشفش او الدم ينشف عليه. وبعد ما بخلص التريش يا بنات برجع انضفه تاني من اي بقى زغب، اي ريشة عدت مني اي حاجة. واخر حاجة ببدأ ان انا افتحه او افتح البطن بتاعته. بنقع البط في ايه وبعمل للبط محلول نقع في ايه قبل ما ادخله الفريزر. عندك يا ست كل الليمون والدقيق، الليمون والدقيق والجنزبيل، عندك كمان القهوة، عندك كمان الطحينة. كل الحاجات دي ممكن تنقعي فيها البط، بس بلاش خل. الخل بيظهر ريحة الزفارة. لكن عندك القهوة ممتازة جدا جدا، الطحينة ممتازة جدا جدا. يعني الحاجات دي اكيد في منها مكون او اتنين موجودين عندك. واسهل حاجة وابسط حاجة فيهم خالص الدقيق بالجنزبيل مع الليمون. ما عندكيش ليمون، احنا في موسم البرتقال واليوسفندي، ممكن تعصري كده حباية برتقال كبيرة، حبيتين السفندي تعصريهم كده او تفرميهم كده مع البط، هيتنقع في الشتاء. ممكن تنقعيه ساعة 2 3، لكن لو احنا في فصل الصيف مش اكتر من نص ساعة، ساعة بالكتير قوي. وبعد مرحلة النقع بتعيدي تاني بتشطفيه مرة واتنين، خلاص تتأكدي ان ريحته بقت زي الفل، مفيش اي ريحة زفارة. وتكيسيه وتدخليه على الفريزر. كده هتاكلي احلى بط. البط اهم حاجة يكون مغسول كويس، مفيش فيه ريحة زفارة. حتى لو سلقناه بقى في مية من غير اي ولا بط بالمرتة ولا بط مشوي ولا اي حاجة،
هيطلع معاكي احلى بط واحلى شوربة بط يا ست الكل. انا هنا كنت خلصت الكمية كلها غسلتها يا بنات، هعيد عليها مرة واتنين كده لو في اي ريشة عدت مني، وكل مرة هغير المية. طبعا انا مش في المطبخ، يعني انا في الطبق الكبير كده، المفروض ان انا بقف تحت الحنفية كده وانضفه الاول كويس جدا من اي ريش، وبعد كده بفتحه. بس طبعا احنا دلوقتي بعيد عن الحنفية خالص، فبجيب مية بالجردل كده يا بنات، وطبعا بغيرها كل شوية زي ما انتوا شايفين. فتحت البط شلت اماكن الزفارة كلها ما شاء الله اللهم بارك. دي الاحجام بتاعتنا على عمر 3 شهور ونص. دي حجم النتاية وده حجم الذكر. النتاية كده عندها صدر مش معضمة، فيها لحم. الاوزان بتاعت الذكر من 4 كيلو 5 كيلو، النتاية 2 كيلو ونص 3 كيلو. طبعا منزلة معاكم الخلطة بتاعت التسمين اللي انا بستعملها لحد عمر الذبح يا بنات. وهنا كنت بنقع في دقيق وعليه شوية من الجنزبيل وعصير ليمون، هسيبهم بقى في المية دي حوالي ساعة او ساعتين لحد ما نطلع شقتنا وننضف المكان كده. وبعد كده تحت الحنفية همسكهم اشطفهم مرة واتنين وتلاتة، وعلى الفريزر. نضفنا البط، وفرنا في الغاز، ما بهدلناش المطبخ بتاعنا، كل حاجة نضيفة حوالينا، ما بهدلناش حاجة احنا مربينها بايدينا وكمان نضفناها بايدينا. فموفرين في كل حاجة كده. خلاص كانت خلاص استغنيت عن النار، طفيتها كده بشوية مية، وما شاء الله اللهم بارك كده ما اخدوش معانا وقت كتير. يعني النار بتاعة الكانون انجزت معانا، وبقوا فل شمعة منورة يا بنات ما شاء الله، لونهم ابيض كده وجميل. حاجة احنا مربينها بايدينا، عارفين اكلها، منضفينها كمان بايدينا. هبدأ انضف المكان والبهدلة اللي عملناها كده والريش عشان ما يلمش اي حشرات. اتمنى الفيديو يعجبكم، وتشتركوا كده في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل الفيديوهات الجديدة. وما تبخلوش على اختكم بدعوة حلوة في التعليقات، ولايك للفيديو عشان يترفع يا امارات. حبيبتي اللي كانت قالت لي في التعليق بإقلاع الحذاء وانتي بتذبحي البط، والله انا نسيت خالص، وما افتكرتش الا وانا بمنتج الفيديو دلوقتي. يعني افتكرت التعليق بتاعك وانا بمنتج الفيديو، فاسفة. ان شاء الله المرة الجاية هفتكر وابقى اقلع الحذاء اعزكم الله اللي انا لابساه في رجلي وانا بذبح. هي قالت لي دي نعمة ربنا وما ينفعش تدوسي عليها كده. انا خلاص يا بنات المكان بقى نضيف وزي الفل. اهم حاجة تهتم بالنظافة، البط ما تعطشهوش، الاكل يبقى بكميات مش بالكترة. اعملي خلطة التسمين، البط هيرمي معاكي اوزان، وهتبقى دورة قريبة وسريعة. ان شاء الله اسبوع كمان هذبح باقي الكمية. باقي في دول 6 بطات هيتذبحوا يا بنات، والباقي ان شاء الله بعد رمضان. يعني الباقي دول عندهم شهرين ونص دلوقتي. وكانت تطليعة تانية اللي انا معالجاها من دور البرد معاكم، يعني نازل لها فيديوهين 3 معاكم هنا على القناة يا بنات. ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا، ومزرعتنا تكبر، ويبقى عندنا اكتفاء ذاتي من الطيور. الرمية بتاعتنا يا بنات ان شاء الله نشوف التطلعة بتاعتها الجديدة بأمر الله قريب. هي بتقوم من على الاكل كده وانا بحط لهم الفطار وترجع تاني يا بنات، يعني ما انا مش قافله عليها. اللي بوظ التطلعه بتاعتها المره اللي فاتت البط الصغير اللي انتوا شايفينه ده. كنت لسه مخرجاه من الخزانه، وكان بيخاف من البط الكبير ويدخل يقف عليها كده وهي قاعده على البيض. يعني كانت تملي البيض، والحمد لله ما طلعش الا 5 فرخات. نشوف بقى ان شاء الله التطلعه الجديده هتطلع لنا كام، ربنا يبارك ويكبر لنا مزرعتنا كده، ورمضان يدخل علينا وبيتنا مليانه بالخير. وكل حاجة من تحت ايدك يا ست الكل بتكون جميلة جدا. نعمل الحاجة كده بنفس راضية، واحنا مطمنين، ما نضغطش نفسنا، ما نتعبش نفسنا، وكل حاجة سهلة ان شاء الله. بس كل حاجة بتكون محتاجة تخطيط، يعني انا هعمل كذا النهاردة، هعمل كذا بكرة، مواعيد معينة هعمل فيها حاجة، فده بيسهل عليك الدنيا وما بتضغطيش نفسك. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. دي دورة رمضان زي ما اتفقنا، انتظرونا في فيديوهات قادمة. مع السلامة.